السلام عليكم. صايبت اليوم هاد الخبيزات هادو وقلت نشاركهم معاكم. كيجيو فنين رطبين صحيين بلا دقيق ابيض، احسن مليون الف مره من الخبز ديال المخبزه. هانتوما كتشوفوا راهم كيجيو غزالين. انا اللي كلا عندي الخبز كيشكروا. في المقادير غادي نحتاج واحد 6 ديال الزلايف ديال الطحين ديال الزرع بن خالته. انا هنايا راه ما غربلتهمش، ولكن الا ما كانش عندكم النخاله خذوا منهم داك النخاله الغليظه باش غادي نقرصوا. وعندي هنا واحد 2 زلايف ديال الشعير، دقيق ديال الشعير هما راه عامرين. وعندي واحد زلافه ديال الذره، دقيق ديال الذره. وعندي واحد زلافه ديال الفينو. عندي هنايا الملحه راه على حسب الذوق. الملحه انا درت انا واحد 2 حفينات لحتاش عندي الكميه ديال الدقيق كثيره. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ونص. وعندي هنايا 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. انا كثرت شي شويه الخميره لحتاش راه الجو بارد هاد الايامات، راكم عارفين الخبز كياخذ وقت طويل باش يخمر. صافي الماء دافي باش غادي نجمعوا العجينه مزيان. غير عطيوه الماء. العجينه هذه خاصها تكون مرخوفه مع الزرع راه كيشرب. وخا يشرب راه خاصها تبقى مرخوفه. هذا هو السر ديالها باش كتجي هكا كرطبه. هذيك الخبيزات كيجيو رطبين وكيبقاو هكا مده طويله ما كيكرموا ما حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه راه عطيتها الماء مزيان. شوفوا راه دابا راه مازال ما مدلوكاش، يلاه جمعتها. تنوريكم هكا كيفاش كتفرق. الا كان عندكم العجانه ديوها العجانه تدلك، الا ما عندكمش غادي خصكم تدلكوها بيديكم مزيان. انا عندي تhermomix غادي نديها تعجن فيه، ديما كنعجن غير فيه. عندي البول الصغير راكم عارفين البول ديالو، كندير النص وكنعجنو وعاد كنرجع نعجن النص الاخر. كنعجن هكا 5 ديال الدقائق صافي باركه، وكنجيبها راه كتدلك مزيان. صافي كناخذ داك النخاله اللي قلت لكم، كنزيد عليها انايا الزرارع باش هكا كيجي صحي كتر. عندي هنايا واحد الحفنه ديال بودور الشيا، حفنه ديال زريعه الكتان، حفنه ديال الحبه السوداء، وحفنه ديال 2 حفنات ديال هذا زريعه نوار الشمس و... وديال القرعه الحمراء. واحد الحفنه ديال الزنجلان. صافي الهوا العجينه ديالي من بعد ما تعجنات ليا، هذا النص الاول. النص الثاني راه مازال ما تعجنش. شوفوا كيفاش كتولي هكا مطاطيه كتجبد هكا. خاصها تكون العجينه خاصها تعجن مزيان. الا عجنتوها بيديكم حتى توصلوا لهاد النتيجه هذه. شوفوها كيفاش كتجبد هكا باش غادي يجيكم الخبز زوين. وخا فيه الشعير وخا فيه الذره وخا فيه كغير الزرع كامل بنخالته كامل. انا درت حتى الغليظه. ديك النخاله اللي عندي راه كانت ديجا من الخبز اللي عجنت من قبل، اللي خديت من قبل، خديته من الطحين اللي عجنت من قبل. صافي راه عجنت كاع العجينه ديالي في العجانه. صافي كندهن ليها وجهها بزيت البلديه وكنغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح الوقت الكافي. راه كاين البرد كيف قلت لكم دابا. انا نخليها واحد المده طويله هكا، واحد الساعه ساعه ونص كتخمر ليا بحال هكا. نتوما شوفوا كيفاش كتولي. غنبدا دابا نشكلها. ناخذ داك الخليط ديال النخاله والزرارع وكنرشو على سطح اللي غادي نحط فيه داك الكوارات ديال العجينه واللي غادي نقرص فيه. خذوا واحد الزلافه ديروا فيها الماء باش ما تلصقش لكم داك العجينه في يديكم. فيما تهزوها كشي كره فزقوا يديكم بعدا عاد هزوها باش هكا ما تمحنكمش العجينه، لحتاش كيف قلت لكم راها مرخوفه. صافي كنكور داك الكويرات ديالي وكنحطهم على داك النخاله وكنستمر بحال هكا حتى كنكمل كل شيء. فين ما كنكور شي وحده راه كنفزق يدي هكا في داك الماء وكنحط. هانتوما راه صافي فاش ساليت غطيت بداك السلوفان اللي كان عندي كنت مغطيه به العجينه من قبل، وكنبدا كنقرص مباشره. كنبدا باخر وحده راه كتتلقى بسهوله. مع قلت لكم العجينه مرخيه ما كتعذبكم ما حتى شي حاجه. واصلا الزرع راكم عارفين دغيا هكا كيتسلق ما فيهش ما كيمحنش
ماشي بحال الدقيق الابيض. كنكون مكا موجده بواحد الزيف اللي غادي نخمر فيه الخبز ديالي، اللي قرصتها كنحطها فيه. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنكمل كاع الخبيزات، وكنخليهم يخمروا على خاطرهم دابا حتى يبانوا لكم خمروا. انا احتاجوا ليا واحد الساعتين هكاك باش خمروا ليا. صافي غير كيخمروا هكا كيبانوا لكم طلعوا، كتحطوهم مباشره فوق في الطاوه ديالكم اللي غادي طيبوا فيها، وكتدخلهم الفران اللي تكونوا سخنتوه من قبل على 250 درجة من الفوق ومن التحت. انا دايره الفرفاره سخنوه مزيان واحد ثلث ساعه، يكون سخون الخبز، كيحتاج الفران يكون سخون مزيان. صافي وعاد عاد طيبوه، ما تجيوش هكا تدخلوه في الفران بارد. كطيبوه هكا واحد كندير ديما الوقت 9 ديال الدقائق لكل طاوه. كل طاوه هكا ديال الخبز كنطيبها 9 ديال الدقائق. صافي ها هو نتوما كتشوفوا انا كندير هكا صغيور باش ما كيضيعش. اللي يقطع هكا شي خبزه غالبا كيكملها، ما ماشي بحال الخبز كبير. الا قطعتي الخبزه كبيره خاصك تكملها، ولا جيتي تسخنها كاع الجناب ديالها كيكرمو كتولي حالتهم وكتضيع في الزبل. كنتمنى انكم تجربوهم وتهلاو في الصحيحه ديالكم، ولو بهاد الافكار هادو البسيطه، ولكن راه كتفرق بزاف لصحتنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك ومن اشتراك. شكرا بزاف، بسلامه، باي باي.